اخي اليوم شبعان وعود وهذا والله ما احلى ما اسفخه. قال لي الريشه من نجي اليوم مقلب يا احلى حبايب بين الاخ واخوها. ما انا مقلب حرمني طرحه بطيبه نفس رفضنا. المهم عزام شادي لا تنسوا ما تكبسوا وتليسوا بلطوره نجي بدل انتم دارين القناه فاضيه. اذهبوا لحلقتكم وانا اذهب لعزم. كذا عمي جواب. صباح الخير، صباح الجن، صباح العفايف. اسمعوا يا عيال اخي، اسمعوا يا عيال اخي، انا تعبت لليوم. ابوكم مات وانا بتصرف عليكم لي سنتين. خلاص قفلت. اشتي اليوم سيروا تشتغلوا. انا اشتغل يا عم. سيرك برح سيارات. انا يطيقه اعرف صلاة. انا متدخل يا عم خاف صلاة. انا شاقي عليكم ما اخاف الله ولا شيء. طب الله على نفسكم. ابوكم مات وحملكم فوقي. مسكتوا رجال. طب الله على نفسكم. يلا شرك حن هيا يا عم يا حن يلا اتركوا بعد اخوك. قوم قوم عيالي حق الجن. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا ولدي شيلي كذا. انا اشتي تحط لي الماستر وتقع على اول واحد في المدرسة. يلا قوم قوم. شبس اقول سلام عليكم يا عم. لا سلام ولا كلام. فين الزلط؟ يا عم تتالي زلط. والله ما لقينا له هذا يا عم. فيني؟ والله ما اشتغلنا له. ولا شوف حد هذا قلت خلاه راسك. انا هذا ماشي بحق الصبور ولا بحق الغداء. شوف حد هذا. والله ما اشتغلنا له. اخذ بالله اسلك. نهار يا عم. ابوك فلتكم فوق ظهري. تعالي الهم والجنان. قوم والله يلعنكم عيال. قوم اشتي عمل. انا اشتي تخد لي 5000 في اليوم. قوم انت بعد اخذ شنات. سلام عليكم يا عم. لا سلام ولا كلام. فين الزلط؟ يا عم تتالي زلط. والله ما لقينا له هذا يا عم. فيني؟ والله ما اشتغلنا له. ولا شوف حد هذا قلت خلاه راسك. انا هذا ماشي بحق الصبور ولا بحق الغداء. شوف حد هذا. والله ما اشتغلنا له. اخذ بالله اسلك. نهار يا عم. ابوك فلتكم فوق ظهري. تعالي الهم والجنان. قوم والله يلعنكم عيال. قوم اشتي عمل. انا اشتي تخد لي 5000 في اليوم. قوم انت بعد اخذ شهر. هذا الزمن عيال من حق الجن. يا عم هذه المرة والله ما تلقينا حاجة. ايش بتقول؟ والله ما تلقينا يا عم. انا قلت لك دبر عمل السلوك وانهب. ما لقينا يا عم والله ما لقينا حاجة. خلاص انا يا ولدي تعبت. من الان اشتي انت لا عداني ولا عدنا عمك من اليوم. يا عم صح اطلب الله انت واخوك. يلا قوم اطلب الله انت واخوك. يلا حنو يا أخي لا إحنا عايزين عندك السيارة والحراسة والبير والقات ولا اديتها لنا من نجي. يا أخي ما ندري إحنا عايزين لنا ولا لا بطنك إحنا جالسين بغير شيء. أنت ولا لكني على العود دينه خم جهد العود دينه كلن عندك يا رجال ادي حقنا. كيف كلن عندي كلن عندك البير والحراسة والكل عندك وإحنا جالسين بغير شيء. يا اسماعيل أخي ولا عندي لكم حاجة. إلا عندك ولا عندي لكم عندك حاجة. تالي رصص تولي أنت عتمني. ما بتكملوا تشقوا أنفسكم وترجعوا لكم عند إسماعيل أخو أنتوا وأخواتكم. أي عندي أنا ما بش عندي وأنا صغير. أنا الله أنت صغير طعم كله. إلا اديتوا لي هذا كلب وأبي تترع واو ما بش عندي. لازم تسمع واحد. لا وانا عندك أنا ما أعرف هذا الخبر. كل عندك اديتها اثنين اسلام من حلقه. ولا عندي لكم حاجة. ولا قلت لك اشتي تخزينه ما تقدر تدري حتى التخزين. أنكر لكم ولا عندي لكم حاجة. أشتي. وأنا لازم أسمع واحد. ولا زي درى واحد يقدم عندي ولا يقول عندك ولا يقول عندي ولا يقول. أنا إنسان. أنا الصغير وما رحمتوني ولا اديتوا لي حاجة ولا أردتوني أنا كف الظاهرة. وذا الحين بتتوالوا علي. أنا منكر لكم ولا حد يجي عندي. يا ولا حاجة. يا افعل كذلك. ايش افعل؟ يا مفجرة. ايش بيت افعل؟ كلن عندك. ايش عندي لهابو؟ جربة المشير مثل المطر. حنانة ضنانة كلها في بطنها. يا رجال صل على النبي انت اننا جالس مريعة يعني. اديتالي في طرف هالحالة الدرب الصغير يا حق المكلف ما عبش عندي. لا كلن على عندك. حق عندك انتوا كلن عندك. انا المسكين كلن عندك. ناهي والحراسة ما دي بيسرح بها. وقفتها لان انتوا بتزوبعوا وانتوا هذا. انا ما بش عندي ولا عندي ومنكر لك. انا منكر. قد ما بش عندك. انا منكر ولا عندي ولا لا تمد يدك. شوف لا تمد يدك هي قيمتك انت واخواتك تاني. انا منكر لكم ولا عندي لكم حاجه. انت سارق اصلا سرقتان كلهن
سرقتان كلهم الحين بتهددني بتهددني انا عاد ادخل هذا الحين هذا الاخرى سارق هيوا كنوا جزء راقدين ورجعوا يقولوا انت سارق ايش عندي قلنا ما نضرب ما مش فيها ما بتتمر شيء والبير عند مني واقفه من حراكم اولاد تشقى عليكم لا داخل وانتم راقدين بعدها كلنا اوصى به نبيله ما مش وصيه لا وصيه اوصى هو اوصى اشهدكم الله هو اوصى الاوصى يا اخي صلى على النبي القضيه وما في نحن نشتي منك اثنين كلام جنب اثنين كلام ابونا خزل لي ولا دي حاجه ولا اثنين كلام ولا حاجه خلاص هذا بيعين لي السبب والضرب ولا عاد عندي حاجه ولا انا عندي حاجه خاطرك وانت هذه في راسك تفعله سير افعله وقف لي سير دليل شارعني ما بش عندي انا منكر لك بس دليل لين اطلع ولا انا بدي حاجه انا منكر ولا عاد ادج خلاص ما عاد اشتيق اخر خبر خلاص ما عاد انا جالس ابيهم ما قال لك شيء ولا لك يا ولدي وعيالي ولا عاد عندي ولا حاجه اصبر خلاص ولا عاد انا جالس ما عاد اشتيق ليش طلبني هذا ليش طلبني ليش شدني لها انا ما انا جاي ولا عاد انا جاي ابدا ليش سمك ليش هذا الخبر دي عكر مزاجي اول شيء ما عينتوا لي وخرجتوني وانا جاهل ولا ما تبي تروح تشوفوا تلهبون من بعدي اخي ما انا بدي ولا حاجه ولا عاد تجي ولا ما عاد انا جالس ما عاد انا جالس ابدا ما ابش يا سمك لا اقول لك انا سمي بالله من الشيطان سمي معي ورقه ومعي وصيه ومعي تركات الدارين بيدي بيت تفرع واصل وحولي كم موقف لها من حرام ثاني عين انا قلتها طبعا انا ما اشبع طبيعتك هذا كبر بطن كل لك واحنا لا تكون شيء تفعل لي مثل القلة احنا عاد واحد يشتريه وبعدها يفعل اول شيء قالوا يشتغل يعني يشتغل لك لا ما قدوا في نص عمره ويقول لك لي يشتغل هكذا لا اخر حاجه ويقول لي ما عبش وانتوا تشتوا لي وتكرحوني انا ما قالت ولا حب ولا حاجه لا حد يطلبني خاطرك خلاص يا رجل ومرح لي ما عرفت هذا الخبر واصل وانت بتهدر بهذا الخبر والما جيت لا عندك الحراثه عندك السياره عندك القت عندك الجرب عندك وين حين عندي خاطرك ما عاد حن ما عاد اشتي ولا اجلس خلاص الوقت طلع اجز سكري و2 كيلو ملح ما عاد عندك اقسم لك بالله انه مقلب عين الى كم كاميرا حسب الله بك انت ويحيى قلافد هذا وليا في اربعه كذا وليا طلعت لي الضغط يا اخي ما يقعش هكذا قد طلعت لي الضغط وانت داري انا انسان تعبان ولا انا انسان خيرك الله خيرك الله اجز يا حبيبي اول واحد يقرح قسما بالله تعلق اغنيه حاجه والله قد طلعت لي الضغط خليني اسمعي بس اشتيك قبل اغنيه انا دي يضبح عندي ضروري اسلم تقول اغنيه بس اشتيك قبل ما هذا توصل رسالتك للاشخاص حول هذا الموضوع الذي بكل اخوته والايتام والله يعني قال لك من بز على اخوها المسلم شبر في الدنيا يعني شبر في ارض في الدنيا بسبب اراضي يوم القيامه كل واحد يتقي الله واليوم دنيا وغدوه اخره يراجع نفسه ويبز بالتي احسن ويعني يدي لاخوه واخوه ذيك يعني يتقاسموا بحق الله وما حد يدخل معه حاجه فالانسان يتقي ربه ويستغنى بما قسم له الله وهذا اللي يقول لك يا بيت دتامك سليم وكل لك كذا انا دريت يعني طلع لي الضغط لكن سامح الله وما بش حاجه هذا بحالك زعلان تظهر بكأنك عسل حين أشوفها في ركوب عسل لكن طعم العسل كذاب
ويا اسماعيل وانت تفهم المطلوب ما يفيد الجفا والهروب في وعد عرقوب ظني خان اشتي الله جروح القلوب ذي تتشفى من سنة يوم والذي تاه بكل الهروب في الحب ما يفتتح صح لسانك وزاد الرجال مثالك وقوى عظمك وتحياتي لكم والجميع المشاهدين. يا أخي يعذرني بدل قلبك. نلقاكم في حلقات قادمة. شكرا لك يا حياتنا لكم ورحمة الله.